في ظل مفاوضات النادي الأهلي مع أكثر من اسم من المديرين الفنيين وعدم تعاقد النادي الأهلي لحد هذه اللحظة مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، الأسماء بتكتر والأسماء عمالة تزيد، وكل يوم دايرة المرشحين بتوسع. ولكن طبعا مع المغالاة المادية اللي شفناها من ماركو روزا المدير الفني الألماني، أصبح النادي الأهلي في أمس الحاجة في الوقت الحالي للتعاقد مع مدير فني أجنبي في أسرع وقت. والاسماء طبعا كانت كتير، وكان من ضمنها طبعا كيكي سانشيز فلوريس مدرب اتلتيكو مدريد السابق، اسماء زي طبعا روجر شميت وماركو روزا وبرونو فيتور في وقت من الاوقات. كل الاسماء دي تم طرحها، ولكن النهارده ظهر اسم جديد على الساحه. المدرب المحتمل اللي بنتكلم عنه النهارده هو جارسيا بيمنتا المدير الفني الاسباني. مين هو جارسيا بيمنتا؟ هو فرانشيسكو خافير جارسيا بيمنتا، مواليد عام 1974، المدرب صاحب ال50 عام، بدأ مسيرته مع نادي برشلونة وتدرج حتى الفريق الأول. بدأ مسيرته التدريبية مع نادي برشلونة عام 2006 واشتغل في قطاع اللمسية وتدرج في القطاعات الخاصة بالفريق لحد ما تولى مهمة إدارة الفريق الناشئين في برشلونة، وتدرج حتى وصل في العام 2018 لأنه يكون مدير فني لفريق برشلونة بي. عام 2021 كان المدير الفني الإسباني جارسيا بيمنتا مرشح بقوة لقيادة الفريق الأول في نادي برشلونة، خلفا طبعا للهولندي كومان، ولكن في هذا التوقيت وقع الاختيار على تشافي هرنانديز. من ضمن الأندية اللي تولى تدريبها جارسيا بيمنتا هو نادي لاس بالماس الأسباني، واللي تولى مهمة الإدارة الفنية للفريق لمدة موسمين من عام 22 وحتى 24. وفي بداية موسم 24 تولى الإدارة الفنية لنادي إشبيليا الأسباني. المدير الفني جارسيا بيمنتا انفصل عن إشبيليا الإسباني خلال الموسم الجاري في 13 إبريل. من وجهة نظرك يا صديقي، شايف مين المدير الفني الأجنبي الأنسب للفترة الحالية للنادي الأهلي؟ وشايف الاسم ده هيكون مرشح قوي للإدارة الفنية للنادي الأهلي، ولا شايف في اسم تاني يستحق التواجد؟ سيب لي رأيك في الكومنتات. سلام.